مهما كان جهازك باذن الله هظبط لك الحساسيه والجويستيك دلوقتي. بما انك عايز تظبط الحساسيه وعايز تظبط ايمك، اذا لازم تبقى ظابط الجويستيك وحساسيه الركض. 90 فريم اندرويد، اذا الجويستيك عندك من 100 ل 120، مقفل حساسيه الركض 100. تمام. 90 فريم ايفون، جويستيك من 120 ل 150. ده لو انت راجل بنجك مظبوط. بنجك ضعيف عادي اعملها 100 مفيش مشكله، وما عنديش مانع لو هتصغرها، بس هتسرع الحساسيه بتاعك شويه في اللعبه. مش حساسيه الركض، لا الحساسيه فعلا من حيث كاميرا واي دي اس، وفي كلتا الحالات اي جويستيك هقول لك عليها في الفيديو فوق ال 100، اذا يبقى حساسيه الركض ليها 100 على طول. 60 فريم ايفون، جويستيك من 100 ل 120. داخل روم تحدي خلي الجويستيك 150 مفيش مشكله، وفي كلتا الحالات برضك حساسيه الركض هتبقى 100. 60 فريم اندرويد، جويستيك من 70 ل 100. جويستيك 70، اذا حساسيه الركض عندك هتبقى من 70 ل 90. جويستيك 100، قفل حساسيه الركض 100. طب بنجك وحش، قفلها 100 في كلتا الحالتين، لان لما بنجك بيعلى بتبقى سرعه استجابه الحركه للجويستيك بتاعتك ابطا، فبالتالي بتحتاج تسرع حساسيه الركض. 30 فريم اندرويد، 40 فريم. صغر الجويستيك على قد ما تقدر، انت اوريدي اصلا التاتش عندك على الله الحمد لله انت بتعرف تتحرك، فبالتالي يبقى المفروض ابقى انا عامل جويستيك صغير اللي هو اودي صابع يمين شمال تتحرك معايا، فالجويستيك عندك من 60 ل 80، وفي كلتا الحالات انت مقفل حساسيه الركض 100. طب الحساسيه يا صاعد توكلنا على الله. 90 فريم اندرويد، حساسيه الكاميرا عندك هتبقى من 90 ل 110. اي دي اس من 60 ل 90. جيروسكوب من 300 ل 350. ما اظنش ان اقل من 300 تبقى احسن حاجه ليك. صحتي خلي الاي دي اس جيروسكوب هي برضك الكاميرا جيروسكوب، عشان لما تيجي تضرب في الفات انت تبدا اوريدي تتحرك بالجيروسكوب بتاعك، فلو انت مغير او عامل فرق في الحساسيه ما بين الاتنين، لو انت مش ذكي وبتتاقلم بسرعه هتتلخبط كتير وايمك هيضيع. طب انت راجل اندرويد 90 فريم بس بنجك هباب، فبالتالي عندك انتشار طلق، لا قلل الجيروسكوب ل 200 250 يا حبيب قلبي. طب انا راجل 90 فريم ايفون، اذا حساسيه الكاميرا عندك من 90 ل 140. اي دي اس من 90 ل 110. جيروسكوب من 250 ل 300 350 عادي مفيش مشكله برضه. 60 فريم ايفون، حساسيه الكاميرا من 90 ل 120. اي دي اس من 90 ل 120 برضه. جيروسكوب من 300 ل 350. ممكن تعمله 250 بس ده لو انت داخل روم تحدي او بنجك عالي. 400 جيروسكوب انت كده داخل تستعرض اللي انت هتعمل فيديو تيك توك مش اكتر، لكن كهيفاير وكده هتتفلق من اي لعيب، الا لو انت راجل متعود ومبطئ الاي دي اس العاديه والكاميرا، فبالتالي انت معتمد على الجيروسكوب. 30 او 40 فريم اندرويد، انا بتكلم دلوقتي على الاجهزه اللي هي الضعيفه، مش اللي هو مثلا 60 فريم اندرويد بس مكتوب 40. اقفل الجيروسكوب اصلا، ده هو بيديك ريندر على الفاضي. دي نصيحتي ليك، انا بكلمك في الصح. هتلاقي الجهاز بقى اسلس شويه معاك، واهم حاجه اعتمد على خاصيه التسريع التمرير الافقي. انت احسن حساسيه ليك تعملها مرتفعه، في اللي انا كنت جبتها من شويه في الاعدادات دي، بتتك على الحساسيه مرتفعه، لو انت مش لسه هتعمل نفسك لا انت مرتفع هتبقى زي الفل معاك وهتقضي بالواجب، بس على الاقل العب لك من سكه كل يوم 10 جيمات مستودع، وادي لنفسك اسبوع وشوف مستواك هيبقى عامل ازاي. ده طبعا بعد ما انا ظبطت لك باذن الله الجويستيك في اول الفيديو. جهازك 60 فريم بس مكتوب 40 فريم، اللي هو الجهاز حلو ماشي فعل الجيروسكوب، خلي الجيروسكوب عندك عادي من 300 ل 350 لان سرعه الجيروسكوب عندك مش احسن حاجه. اي دي اس من 100 ل 140، حساسيه من 100 ل 140 برضه. اللي عليك تعمله دلوقتي انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو انا كان معايا الامكانيات والحمد لله على كل شيء كنت عملت لكم الفيديو هاند كام، ان المفروض في تريكات اشرحها في استخدامك للجويستيك او الحساسيه تخليك تعتمد على اي حساسيه انت بادئ بيها دلوقتي حتى، واي جويستيك انت لسه عاملها حتى لو في الشاشه فوق يمين شمال تتعود عليها مفيش مشكله، بس محتاج هاند كام. صلي على النبي. سلام.